الحمد لله الذي خلق الكائنات وتفضل علينا بجوده والرحمات. هو الذي أرسل رسوله بالهدى والبينات وعضده لمن أنكر به بالمعجزات. أنزل التوراة والإنجيل والزبور وأتمها بالآيات. علام الخفيات قاضي الحاجات، لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماوات. مجيب الدعوات فالق الإصباح ومبدد الظلمات. والنظر إلى وجهه الكريم نهاية الغايات. يسمع دبيب النمل وخافي الهمسات، لا تختلط عليه اللغات. يسمع ضجيج الأصوات على اختلاف اللهجات وتعدد العبارات على تفنن الحاجات. فلا يشغله سمع عن سمع ولا تغلطه المسائل، ولا يتبرم بإلحاح الملحين ولا دعاء الداعين ولا استغفار المستغفرين ولا توبة التائبين. أحمده سبحانه حمد الشاكرين الذاكرين، حمدا يليق بجلاله وبعظيم سلطانه ومتتالي آلائه ووافر نعمه وجزيل إحسانه. وأصلي وأسلم على عبد الله المصطفى وعلى رسول الله المجتبى وعلى نبي الله المرتضى وعلى آله وأصحابه ومن به مهتدى. عباد الله، كثيرا ما تدلهم بنا ظلمات النفوس وتضطرب بنا سكينة القلوب لهموم ومشاكل ومصاعب ومتاعب تعتري حياتنا. وقد خلق الله الدنيا وأرادها منكدة ومنقصة ومكدرة، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وأراد الله عز وجل للعباد أن يعيشوا في هذه الدنيا كثيرة العوارض عظيمة المحن، يتقلب فيها الإنسان بين الصحة والسقم وبين الغنى والفقر وبين الرفعة والذلة وبين الحياة وبين الموت وبين الضحك وبين البكاء، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعرى. وذلك لتتجلى ربوبيته سبحانه وقهره وتصريفه وملكه وتدبيره على عباده، وبالتالي يتقلب العباد في مقامات من الإحسان والصبر واليقين والشكر والتعبد لله جل جلاله في علاه. وإن النفوس تضيق لأنها لا تعرف ولا تعلم ولا تدرك كنه أسرار التصريف والتدبير والقضاء والقدر الذي يجريه الله على عباده. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إنه قل منا الذي لا يعيش مشكلة في حياته، وما أكثر المشاكل تتكاثر الهموم وتتوارد الغموم علينا في حياتنا، وهي كثيرة، ديون كثيرة، أمراض تفت الجسد وتفتك بالبدن، فقر مدقع، حسد ممن حولك، شذوذ ونشوز من الزوجات، عقوق من الأبناء، ظلم من الآباء، ظلم من الحكام، كثرة مشاكل تتوارد على أمتنا. وإن المؤمن لا يتعامل مع المشاكل بقواعد الإيمان ووفق أسس الشرع، ولذلك جعلت عنوان هذه الخطبة شيئا يبعث الأمل
في النفوس المكلومة وللأفئدة المجروحة وللشفاه اليابسة، لمن فقد والدا أو فقد عزيزا أو حلت به مشكلة أو نزلت به كربة. سميتها الفرج بعد الشدة. إن مع العسر يسرا. وإن من قواعد أهل الإيمان في التعامل مع الحياة التي خلق الله فيها الإنسان مكابدا: لقد خلقنا الإنسان في كبد، في عناء مستمر وصراع دائم ومعترك حام مع الحياة لأجل البقاء ولأجل لقمة العيش. طيارون فوق السحاب، وعمال في مناجم الذهب في باطن الأرض، وغواصون في قاع البحار، وبعضهم على الثقالات وعلى المباني يبني يتحمل المتاعب، وذلك كله من أجل أن يعيش حياة كريمة في هذا الزمن وفي هذا العصر. وتصريف الله وملك الله وتدبير الله وعزة الله وقدرة الله وقهر الله فوق عباده غالب سبحانه وتعالى. إن أهل الإيمان أول شيء يفعلونه يوطنون أنفسهم على الهموم. ومن أراد حياة بغير هموم لم يعرف التكليف ولم يدرم التسليم، كما قال ابن الجوزي: أن تعلم أن الحياة ناقصة وأنها مكدرة، وأنك في صراع دام ومعترك حام منذ أن خرجت باكيا من ربيع رحم أمك. تتعلم المشي على الأرض بمعاناة، تنبت الأسنان بمعاناة، تفطم من ثدي أمك بمعاناة، تضرب في الطرقات بمعاناة، تتعلم بمعاناة، تقاسي مرارات، يتسلط عليك عباد، تمتحن امتحانات، تجلس جلسات طويلة، تتوظف، وهنالك من هو أعلى منك يذلك ويقهرك. والحياة هكذا تمضي بك تمخر عبابها في أمواج متلاطمة من الابتلاءات. وإن لم توطن نفسك على البلاء يعتبر أنك تعيش خارج الحياة، تعيش حياة مثالية، تعيش تفكيرا خياليا. والمؤمنون يعيشون الواقع، يدركون أنه لا مفر من المصائب، وأنه لا مناص من الأكدار، وأن الحياة هكذا حتى لا يخلد إليها، وحتى يشتاق المشتاق إلى جنة الله. والله يدعو إلى دار السلام: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. ثانيا، المؤمن الذي يقع به البلاء وتحل به النقم عليه أن يتسلى بالأجر، وأن يستحضر المعاد والثواب، وأن يعلم أن هذا من باب الأجور. والله عز وجل أنزل بالعباد المصائب ليهذبهم لا ليعذبهم. المصائب للتهذيب وليست للتعذيب، إنما يرفع درجات بعض الناس فيصير أئمة، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يرفع الله درجاتهم في الجنان وفي أعالي الخلد، وذلك بما صبروا. ولذلك يقول تعالى: ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ورد في البخاري قوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه بلاء. من يرد الله به خيرا يصب منه. وهذا حديث عجيب. أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل، ويبتلى الرجل على قدر دينه، فكلما صلب دينه كلما اشتد عليه البلاء، وكلما رق دينه كلما خفف عنه، كما قال صلى الله عليه وسلم. فلا بد من التسلي بالأجر ومعرفة ما أودع الله في هذا من الكفارات ورفعة الدرجات. ثالثا، إن من وقعت عليه مصيبة ونزلت به وألمت به مشكلة، أول شيء عليه أن ينادي الكريم. نادي الكريم إذا كثرت عليك السهام
وسدت في وجهك الأبواب وغلقت السبل وضعفت، فالجأ إلى الله جل جلاله وناده واسأله والجأ إليه فإنه يجيبك. قال عبد الله بن الزبير يوم الجمل وقف أبي الزبير بن العوام وناداني بجنبه وقال إني أرى نفسي أني أقتل اليوم مظلوما، أول شيء افعله حل ديني لي كذا من الأرض وكذا من الأرض وكذا من الأرض، وكانت له أراضي كثيرة، قال بيعها واقض عني ديني، فإذا قصر المال فاذهب إلى مولاي. قال فسكت برهة ثم قلت له من مولاك يا أبي؟ قال الله جل جلاله. قال عبد الله بن الزبير فبعت الأراضي وجعلت أسدد الدين، وكلما أعثرت قلت يا مولى الزبير اقضي عن الزبير، قال فييسر الله لي من السبل ما أقضي به ديني. الجأ إلى الله وجرب اللجوء إليه واقتدي بالأنبياء. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وذي النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. كن كالأنبياء، الجأ إلى الله، كن كالأنبياء واسأل الله. والله عز وجل يخبر عن أنبيائه ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر. إذا أعيتك المسائل وكثرت عليك الهموم وتكاثرت عليك السهام واختلطت عليك المسائل، فعندما يحل الظلام وعندما ينزل الليل ويرخي ستوره ارفع أكف الضراعة إلى الله وقل له يا من أجبت دعاء نوح فانتصر وحملته في فلكك المشحون، يا من أحال النار حول خليله روح وريحان بقولك كوني، يا من أمرت الحوت يلفظ يونسا وسترته بشجيرة اليقطين، يا رب إني مثله في كربة فارحم عبادا كلهم ذنوني. روى البخاري في صحيحه قصة عجيبة، وهي قصة المرأة السوداء التي كانت تقم المسجد. قالت عنها عائشة كانت معنا في المسجد امرأة سوداء جاءتنا من حي من أحياء العرب، قالت وما من يوم مر عليها إلا وهي تردد بيت شعر تقول ويوم الوشاح من أعاجيب ربنا ألا إنه من ملة الكفر أنجاني،
قالت ما مر يوم إلا ورددت البيت. قالت عائشة فأجلستها مرة قلت لها ما يوم الوشاح وما هي تعاجيب ربك؟ قالت كنت في حي من أحياء العرب وقد أسلمت وعندهم عرس وكان للعروس وشاح أسود فسقطت عليه حدية ظنته لحما فأخذته وطارت فاتهموني به فقيدوني وأوثقوني ومنعوني الماء وضربوني وجلدوني واجتمعوا علي. قالت وذات مرة الحديث البخاري بنصه وذات مرة اجتمع علي رجالهم يريدون قبلي يريدون اغتصابها. قالت وبينهم حولي وقد اشتد كربي إذا بالحدأة تحلق على رؤوسنا وتلقي الوشاح. الحدية جابت الوشاح ذات ورمته. قال فلما أخذوا قلتم قد برعني ربي ثم لحقت بالمدينة مؤمنة برسول الله ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من ملة الكفر أنجاني. إن الذي أنجى يونس من بطن الحوت ورد يوسف إلى يعقوب وأخرج يوسف من الجب ومن السجن وإن الذي نصر نوحا وإن الذي أنزل الشفاء على أيوب. وسبحان الله فرج الله قريب. وإذا جاء الفرج اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. لو ربنا دار يجيب الفرج ما بتقطع شارع الزلط تجيب دواء ولا يمشي يجيب من دكتور من تحت الواطة ولا مواطة ثانية هذا الواطة تحته. اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. فشرب فطهر الله جوفه واغتسل فطهر الله ظاهره حتى لما عادت إليه امرأته أنكرته وأرادت أن تحتجب منه فأخبرها أنه أيوب نعم العبد إنه أواب. لماذا سرعان ما يفقد العبد الثقة في ربه عند حلول المصائب؟ إن الفرج قريب إن الفرج قريب. قصة أوردها الإمام التنوخي في كتابه القيم الفرج بعد الشدة. فعلا الفرج بعد الشدة تضيق عليك السبل تغلق أمامك الأبواب تتضجر تئن وتبكي تشكو وتتألم ولكن فرج الله قريب ولكن رحمة الله دانية. ولذلك حكى هذه القصة العجيبة. القصة أن رجلا لدغته حية فذهب بصره وأخرس لسانه وشلت أركانه بقى زول مشلول مرة واحدة. لكن سبحان الله أبقى الله له أذنه لا بشوف بقى ما بشوف عمى وبقى ما قادر يتكلم. أهله ظنوه أيضا أنه أصم زول فجأة اتكسح وبقى لا يشوف ولا يتكلم معناه أكيد ما بيسمع. وجعله وقد وضعوه في البيت وزوجته تباشره. وذات مرة دخلت عليهم جارة فسألت زوجته قالت كيف فلان؟ قالت الزوجة لا حي فيرجى ولا ميت فيسلى. يعني لا مات وقال لنا بركة فيكم ارتحنا ولا حيا فيه فايدة. وهو سمع هذا الكلام قال وكنت أطلب الماء وأعطش ولكنهم لا يؤتونني الماء إلا إذا أرادوهم ولا أقوى لا يستطيع أن يؤشر ولا يستطيع أن يتكلم. قال ولكني أسمع أصواتهم في الغرفة. قال فلما قالت هذا الكلام تألم ألما شديدا اعتصره الألم لأن المرأة تخلت عن زوجها في أصعب اللحظات فتألم ألما شديدا وجعل يبكي. أتدري ماذا قال؟ قال
عجبت لحالي سنين عددا لم أسأل ربي، ولكن هذا الكلام آلمه وانقطعت أمامه السبل، بل لا يوجد أمامه سبيل. من الذي يسمعه؟ ولكنه على هذه الحالة إذا نادى ربه سمعه، وإذا اشتكى إلى مولاه أجابه، وليس غير الله يجيب في هذه اللحظة، لا ولد قريب ولا رحم عزيز. قال فقلت يا من يجيب المضطر إذا دعاه اكشف در أنا ما فيه. قال فنمت واستيقظت ويدي مجموعة إلى صدري وأشعر بآلام في أطرافي لم أحس بها. قال فانتظرت مسافة ثم نزلت من السرير ووقفت على طولي ولا أصدق. قال وأخذت الجدار، خرج بالجدار، الغرفة مظلمة. قال حتى فتحت باب الحجرة، فلما فتح باب الحجرة قال كان الوقت وقت سحر، الكل نيام، فرأيت بأم عيني الكواكب في كبد السماء. قال فقلت صائحا بأعلى صوتي، وكان أول كلمة أنطق بها بعد أن قمت يا قديم الإحسان لك الحمد. يا قديم الإحسان، إحسانه بعباده قديم. يا قديم الإحسان لك الحمد. فاجتمع أهل الحي وعجبوا من حاله. الفرج بعد الشدة. يا من ضاقت عليك السبل، يا من تراكمت عليك الديون، يا من اختلطت عليك المسائل، يا من صرت لا تعرف الصواب من الخطأ، يا من تكاثرت عليك سهام البشر وألسنتهم الحداد، يا كل متضجر متألم، يا كل شاكل ومظلوم. الفرج قريب، الفرج بعد الشدة. وإن القاعدة الرابعة ألا تضجر بطول البلاء وألا تتعجل الدعاء. لا تقل طال ابتلائي، طالت مدتي، طال وقتي. هذا من القواعد المهمة، ألا تتضجر بطول زمان البلاء وألا تتعجل الدعاء. وقل لم يحن الوقت، لم يرد الرب. خامسا إن من القواعد المهمة جدا ألا تشكو وألا تفضح نفسك بمقال لسان، فرب كلمة عند البلاء يهلك بها الإنسان. إذا نزل البلاء فلا تتعجل الكلام ولا تتعجل الضجر، فرب كلمة لسان عند بلاء يهلك بها الإنسان. ولذلك لا تقل إلا خيرا. سادسا مما ينبغي أن يعلم ومما ينبغي أن يعرف عند نزول البلاء وعند حلول المصائب الوقوف مع البلاء بحسن الأدب باتهام النفس بالتقصير. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وهذا من حسن الأدب مع الله عز وجل ومن هضم النفس والتواضع لجنب الله أن تتواضع عند البلاء باتهام النفس بالتقصير. وهذا من قواعد أهل الإيمان عند نزول البلاء. القاعدة السادسة أحسن فإن رحمة الله قريب من المحسنين. عندما ينزل بلاء وتحل مصيبة بك أحسن يحسن الله إليك، لأنك عند الشدة تحتاج إلى من يفرج عنك، ولا يكون ذلك إلا الله، ففرج عن عباد الله يفرج الله عنك.
أولم يقل ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء؟ أولم يقل الراحمون يرحمهم الرحمن؟ من لا يرحم لا يرحم. أحسن، إن رحمة الله قريب من المحسنين. إذا اشتد المرض بولدك أخرج إلى الأيتام مالا، ترى هذا في ولدك إحسانا. إذا اشتدت بك المصيبة ونزل بك الضر أحسن إلى الخلق يحسن الله إليك. فعند البلاء من قواعد أهل الإيمان أنهم يحسنون، لأن رحمة الله قريب من المحسنين. أسأل الله تعالى أن يرحمنا وأن يفرج كربنا وأن يفك أسيرنا وأن يحل ديننا وأن يخفف البلاء عنا وأن يجعلنا من أهل مقامات الإيمان عند البلاء وأن يجعل فرجه منا قريب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ومن القواعد العقلاء عند المحن يتجلدون ولا يجزعون، وأقل ما عندهم أنهم يخافون شماتة الأعداء. ولذلك من شيم النبلاء عند نزول البلاء التجلد والتصبر وعدم إظهار الجزع، لأنه عند البلاء أعظم منه من يشمت بك عند البلاء. ولذلك لا تظهرن تجزعا. وإن من القواعد المهمة جدا عند البلاء وعند المصائب أن الله حشى المحن منحا، وما من محنة إلا وهي تولد منحا. والمنح عند البلاء رفعة الدرجات وتكفير السيئات واستخراج مكنون الدعاء والعبادات ومعرفة الصديق والعزيز والوفي وغير الوفي. إن في المصائب فوائد تعرفك عدوك من صديقك. إن من فوائد المصائب والمنح التي فيها أن الفرج بعدها قريب لمن صبر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يتمنى أهل الموقف يوم القيامة إذا رأوا أجور المبتلين يتمنون لو أنهم قرضوا في الدنيا بالمقارض. يتمنى الواحد في الدنيا يا ليته قرض بالمقارض من كثرة ما يرى من عظم أجر الله على أهل البلاء. ولذلك أكرر وأقول: الفرج قريب في كل مشكلة وفي كل هم. وتعامل مع الله عز وجل باليقين وتأمل عطاءه ومنحه لعباده المتقين المؤمنين. يا قديم الإحسان لك الحمد، يا قديم الإحسان لك الحمد. أحسن إلى الأنبياء وفرج عليهم كروبهم. يقول بلال رضي الله تعالى عنه، يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل به المسكين والمحتاج يستقرض لهم، وكان يجعلني وجاهه قدامه. يقول له: أمشي مع الزوج السوق. قال: يرسلني إلى الأسواق فأشتري للعاري كسوة وللجائع طعاما. قال: وبعد شهر يقضي رسول الله دينه كله. قال: وكان في السوق مشرك
فأغراني بأن أستقرض منه. قال لي أي حاجة دايرة تعال. قال بلال فاستقرضته زمنا ما لي نفسه. النبي عليه الصلاة والسلام يأتيه إنسان محتاج فيقول له اذهب مع هذا واستقرض له من السوق كذا. قال بلال وبينما أنا في عملي أو أنا على الأذان أريد أن أؤذن جاءه مشرك قال ومعه عصبة من التجار. قال يا بلال فأسمعني كلاما غليظا حتى قال يا حبشي ويا كذا وأساءه. قال أين أموالي؟ ثم قال له لو لم توفي لآخذنك مكانها عبدا ولأرجعنك إلى رعاية الغنم. قال له تاني أرجعك تتبع عبد عندنا ورقيق وتمشي أخليك في الغنم. قال بلال فدخل علي الأمر وشق. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد العشاء ودخلت عليه. تأمل هذا الكلام وقف عنده. قال فأتيت وأخبرته بالذي حدث وقلت له يا رسول الله إني أريد أن آبق يهرب يعني. قال له طيب أنت ما عندك طريقة قضيه. الرسول ما عنده أي حاجة وأنا ما عندي حاجة والزول ده يمسكني وإني أريد أن آبق يعني يهرب وأن أذهب إلى حي بني فلان كلهم مسلمون وأن أحتمي عندهم حتى يفتح الله عليك فتقضي. قال فسكت رسول الله ولم يتكلم ما رد عليه. قال فذهبت وأعددت سلاحي وترسي العدة بتاعته وأخذت نعلي وجمعت ثيابي أنتظر الليل لأخرج. قال وبينما أنا كذلك إذا أتاني رجل يجري يقول أين بلال يدعوك رسول الله إليه. قال فلما جئته وجدت 4 أقطاب 4 إبل وكل إبل مليئة محملة. قال يا بلال فرج الله عليك وقضى الله عنك. ما تستغرب الشيء والله ما بعيد. والله مرات تجيك الفرج من حيث لا تحتسب. والله تكون متضايق وذاته ما تعرف تعمل شنو. يجي خبط لك زول الباب تمشي مشوار سبحان الله الفرج قريب جدا. قال يا بلال قلت وماذا يا رسول الله؟ قال الأقتاب 4 أعيانها وما عليها لك. قال بلال فذهبت إلى السوق في اليوم الثاني فقضيت كل دين علي ثم أتيت النبي عليه الصلاة والسلام فقال أوفت؟ قلت نعم. فقال لي ما فعل ما قبلك الشخص اللي التاجر ذاك ما لقاه. قال لم أجده. قال أفضل له شيء؟ قال نعم. فضلت له حاجة؟ قال نعم. قال فسألني في صلاة العشاء قال يا بلال أأتى الرجل؟ قلت لا. قال فذهبت ودخل بيته وفي صلاة العشاء من الغد قال لقيني قال يا بلال أفضل شيء؟ قلت نعم. قال أجاء ما قبلك؟ الرجل الذي من قبلك جاء؟ الذي يطلبك جاء؟ قال نعم. قال أوفيت؟ قلت نعم. قال أفضل شيء؟ قلت نعم. قال بلال فكبر رسول الله وحمد الله. أولها بلال قائلا إشفاقا أن يدركه الموت قبل أن يقضي دينه. حمد الله كثير وكبر الله كثير. أيها الأحبة إن الله قضى عن نبيه ونبيه إلى ربه مفتقر. إن الذي قضى عن أنبيائه وحمل عن رسله وحكى عن نفسه أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله
قليلا ما تذكرون. قال التنوخي في الفرج بعد الشدة: مرض ولد من أولاد التجار، وأتوا له بالأطباء من الصين. أبوه مقتدر، جاب لهم دكاترة، مش وداه الصين، جاب لهم دكاترة من الصين، فآيسوا علاجه. وبينما طبيب يعالجه إذا به يرى على الحائط عقربا في الفرج بعد الشدة. الله كان داري يفرج عليك، ما تغلبه، انت بس الجأ له، هو بفرجك 100%، أصلا ما في كلام، بفرج عليك بأسباب وبغير أسباب. الطبيب خاف، نزلت العقرب على المريض فلدغته في رأسه، ونزلت في مواضع من جسده تلدغه، فجاء الطبيب وجاء الخدم واجتمع من في المنزل وأخذوا العقرب وقتلوها. وكان المريض لا يتكلم، ولأول مرة يفتح عينه ويزداد نشاطا ويطلب طعاما. العيان بيكون مغمض زمن، مما يفتح وقال لنا ادوني آكل، بقى كويس، قال لنا ادوني آكل، جابوا لي أكل وجابوا لي شرب وعصاير، وقام على حيله شافع وبقى يلعب، قال داير يلعب كمان. احتار الناس، نظروا إلى الطبيب، الدين مبرر، ينظرون إليه نظرة استغراب، فقال لهم: جاءه الفرج من السماء، لو أني قلت لكم أن دواءه في لدغة عقرب أكنتم تفعلون؟ قال له: لو كتبت لكم روشتة قلت لكم دواه وتمشي تكوسوا العقارب وتجيبوها تحطها في تضربوا، بتسوى؟ ما بتقولوا الدكتور جنة؟ ما بيقولوا الدكتور جنة؟ سبحان الله. جاءه الفرج من السماء، لو أني قلت لكم أن دواءه في لدغة عقرب أكنتم تفعلون؟ والله يا من يستبعد النصر ولا يستنزل الرحمة ولا يرجو الفرج، أسأت الظن بربك وأسأت الظن بنفسك، وعليك أن تجتهد وأن تعلم أن المحنة فيها منحة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. انت قد الموضوع تشوفه من الأول تقول ده شر، أي حاجة تقول شر، دائما اللي بيجيك من ربنا قول خير، قول خير بس، أي حاجة مصيبة أي حاجة قول خير. قتل الغلام فأراد ربك أن يبدلهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. واحد تلقاه جناه مات، يتألم ألم شديد، صحيح عندك حاجة تتألم، لكن أنت ما تعرف، أمكن كان إقبى مجرم كبير وكان ينجمك نجام يكرهك حياتك دي. الآية قالت كده: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. ولذلك دائما أي حاجة تجي قول خير، أي حاجة من ربنا خير، وبذلك تصير المحن منحا. وعندي قصة، ولكني سوف أحكي القصة بعد الصلاة. أسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضى، وأن يفرج عنا، وأن يرفع البلاء عن أمتنا. اللهم عافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم فرج عن إخواننا المأسورين في غوانتنامو، اللهم فك أسرهم وحل قيدهم يا رب العالمين. اللهم فرج على إخواننا المكروبين في فلسطين، اللهم ارفع البلاء عنهم يا رب العالمين، اللهم ارفع الحصار عنهم يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في دارفور وفي العراق وفي جميع أنحاء العالم يا رب العالمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا،
اللهم أغث قلوبنا بالإيمان وديار